يقدم محمد رمضان هذا العام قصة رجل متزوج من 4 سيدات يتنافسن في إرضائه وكسب محبته وقلبه، ولكن بالعودة والمقارنة بأعماله السابقة نجد أنه لا يتخلى عن فكرة الظهور بعباءة الرجل المزوج، والذي تلتف حوله النساء وتتعدد علاقاته النسائية. هذا يقول الطب النفسي. وترى دكتورة رندا الطحان أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري أن رمضان دائما ما يظهر في هذه الشخصية، وأن هذا يعد نوعا من النرجسية. وقالت ما زال محمد رمضان يدور في فلك النرجسية تحت عباءة جعفر العمدة، التي يتخللها سمات شخصية حقيقية لدى رمضان نفسه في الواقع، وهذا الذي لم يتخلى عنه في أدواره كل عام. وأضافت: الدور مفصل عليه بالشكل الذي يرضي ذاته أو الإيغو الخاص به، فنجده في جعفر العمدة رجل مزواج، وهذا يدل في علم النفس طبقا للتحليل النفسي لعالم النفس يونغ صاحب نظرية علم النفس التحليلي، أن متعدد العلاقات قد فشل في علاقته بأمه في الطفولة، لذلك تظل لديه رغبات وحاجات عاطفية وجسدية لم تشبع وتصاحبه في مراحل عمره التالية، فهذا دليل على أنه لم يصل إلى مرحلة النضج النفسي فيبدأ يبحث عن إشباع جوعه العاطفي في جسد المرأة وليس الجنسي فقط. وأكدت أن رمضان لم ينس نرجسيته حسبما وصفته في شخصية جعفر الذي يجسدها، فظهر في المسلسل فرحا بنفسه متباهيا بثرواته وإمكانياته سواء المادية أو البدنية التي استخدمها في المشاهد منذ اليوم الأول، فهو يحب أن يرى نفسه طاووسا تلتف حوله النساء ال4، وهذا السلوك ناتج عن عدم الوعي والثقافة ونشأته في مستوى اجتماعي شعبي. واختتمت حديثها: ولا ننسى أنه حاز على إعجاب الكثير من الفتيات لتصدر رجولته في بعض المواقف التي أظهرت سلطته وقوته المكنونة في الدور كمصدر الأمان والحماية للنساء. وأنت عزيزي المشاهد، هل تتفق مع الدكتورة رندا ومع التحليل النفسي لشخصية محمد رمضان؟